اخت جوزي مش عاجبها الفطار اللي انا عاملاه لها، وبتقول لي ايه الاكل المقرف اللي انت عاملاه لي ده. علشان كده لما طلعت تفطر معايا جوزي كان عازمها على الفطار، وانا بصراحه قلت انا مش يعني ان هو ايه، ان هي مش حد غريب وهعمل اي اكل موجود في البيت عادي. وكنت انا اصلا عامله حسابي ان انا هعمل كيس كبد وقوانص، بس بعمله والله بطريقه حلوه جدا، حتى هتشوفوه دلوقتي الشكل النهائي في الاخر عامل ازاي. حاطه كده عاملاه برز بسمتي، ورز البسمتي غالي مش رخيص، وكمان حاطه له مكسرات وزبيب، يعني مكلفه عليه. في الاخر اول ما شافت الطبق قدامها قعدت تقول لي إيه القرف اللي انت عاملاه لي دوت، هو انت مش عارفه ان انا جايه؟ قلت لها لا عارفه ان انت جايه، وعلشان كده عامله كده. قالت لي كمان علشان كده عامله لي الحاجه ديت. ما هو انت لو جوزك معتبراه راجل ومعتبره ان قرايبه كده ليهم قيمه عندك، انت كنت عملتي لي حاجه عليها القيمه، كنت عملتي لي جمبري ولا سمك ولا لحمه ولا فراخ. انما انت جايبه ارخص حاجه في السوق وعاملاها لي، عامله لي كبد وقوانص، وقال ايه عامله لي اكله فاخره. انت هتمشي لي ورا كلام اليوتيوب والمسلسلات والحاجات اللي انت بتتفرجي عليها دي؟ قلت لها انت ليه بتقولي كده؟ انا ما عملتش حاجه اكتر من ان انا عملت لك اكله اشرف جوزي بيها. تقولي هو ده كده بتشرفي جوزك؟ ده انت كده بتقللي من قيمه جوزك. بصراحة كده كسرت لي خاطري ووجعت نفسي منها. واللي كمان اللي هي قالته دوت ما كفهاش، لا دي قامت اخدت بعضها واخدت عيالها ونزلت وقالت انا نازله اكل عند امي، ان شاء الله حتى تكون عامله لي عيش ودقه اسمها امي مش مرات اخويا. ما هو اخويا كده يصرف ويكلف وتيجي مراته تهنا وتهزقنا. طب بذمتكم انا كده هنتها وهزقتها؟ ولا انا كده عملت حاجه تزعلها ولا تقلل من جوزي؟ بجد انا كنت مصدومه وقعدت اعيط، وجوزي قعد يعني صعبت عليه وقعد يراضي فيا ويقول لي ما تزعليش نفسك، هي كده على طول اسلوبها همجي واسلوبها مش كويس. وعلشان كده بصراحة يعني ان جوزي رضاني حتى لو من هو من جواه زعلان علشان اخته، انا كنت مرضية نفسيا. بس انا بصراحة بيني وبين نفسي بعرض مشكلتي، لان انا مش عارفة هل انا فعلا قصرت في واجبها، او هل انا فعلا ما قدمتلهاش الحاجة اللي تليق بيها وبمقامها. وكمان ان انا شرفت جوزي، مع اني والله شايفة ان الاكلة حلوة جدا وانا وولادي بنحبها وجوزي كمان بيموت فيها، يعني انا مش عاملة